الله السعيد وصفقات الزمالك. عايز اولا اشكر مجلس اداره نادي الزمالك. اشكره على حل جميع الامور الماليه الصعبه اللي ما كانش حد يتخيل انها ممكن تتحل. دفع فلوس كتير جدا، وبشكرهم كمان لان الهدف من فتح باب القيد هو جلب صفقات جديده. شكرا على الصفقات الجديده اللي هتقوم الزمالك على حيله الفتره اللي جايه. شكرا على اللعيبه اللي كانت بتلعب في انديه كبيره زي النادي الاهلي مثلا، زي ناصر ماهر، احمد حمدي، عبد الله السعيد كان بيلعب في الاسماعيلي والاهلي. لعيبه عندها خبرات يعني. الحاجه بتبقى ميزه لما يبقى لعيب بيلعب في الاهلي طبعا، لانه متاسس يا كابتن سيف، متاسس ومتعود على الضغوط. يعني عبد الله، انا من وجهه نظري ان عبد الله بدا حياته في النادي الاسماعيلي، فهو حياته كلها كان فيها ضغوط نوعا ما، الاسماعيلي وجماهيريته وحب الاسماعيلاويه لكره القدم، ثم انتقاله للاهلي وكان انتقال صعب، لان اللي بينتقل من الاسماعيلي للاهلي بيحصل عليه ضغوط كبيره جدا، ثم تالق غير طبيعي في النادي الاهلي، ثم انتقاله لاهلي جده السعودي بما لديه من جماهيريه كبيره، ثم عودته البيراميدز. كان النادي الوحيد تقريبا اللي مش شعبي خالص اللي لعب فيه عبد الله السعيد. تدي كام من 10 صفقه انتقال عبد الله؟ بص يا كابتن سيف، عبد الله السعيد لعيب كبير قوي قوي قوي، بس دلوقتي عبد الله السعيد عنده 38 سنه ونص. مهما كان قدراتك وخبراتك واسمك الكبير، هيقف عامل السن قدامك. كم من 10 كابتن خالد؟ يعني باللعيبه الجديده اللي جت اللي ممكن انا بتكلم على عبد الله. عبد الله 7 من 10 مثلا، ممكن نقول 7 من 10. زياد كمال. زياد كمال ما اقدرش احكم على. بص يا كابتن سيف، الصفقات الجديده اللي جت صفقات مهمه واسماء مميزه، لكن المشكله ان معظمهم بيلعبوا في نفس البوزيشن. يعني انا دلوقتي عندي عبد الله السعيد رقم 10، احمد حمدي رقم 10، ناصر ماهر رقم 10، من يابا الاوغندي رقم 10، اوباما اوريدي موجود رقم 10، واللاعب والمدير الفني الجديد بيلعب بطريقه 4-3-3 او 4-4-2، وبالتالي تواجد رقم 10 قد بعضهم بس ممكن يلعب 8. زياد كمال صفقه تقيله، لعيب كبير، لعيب مميز جدا. بيلعب ديفندر، والزمالك محتاج ديفندر تاني. يعني انا شايف تفاصيل صفقته. انا عارفها من ايمن. لا، انا عارف ان هو مش جاي بيع نهائي، هو سنتين جاي ونص اعاره. سنتين ونص اعاره، وفي مميزات. لو مش عارف خد كاس مصر امتى ياخد كام، لو ما اعرفش. عارف التوتال كام؟ ما اعرفش. 30 مليون. ياه، ده ايمن الشريعي اللي قايل لي 30 مليون جنيه. اعتقد فيها داخل فيها فلوس أوبشن. قديمه، في فلوس قديمه كمان على لا 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 الاوبشن اللي هو حاطه. طيب ايمن يعني الشريعي. بص، الزمالك كسب اللاعب، وايمن الشريعي شاطر في القصه دي. هو 30 مليون جنيه ما يوازي دلوقتي بالدولار حاجه ثانيه، مش زي زمان. فاحنا بنتكلم ان طالما الجمهور ملوش علاقه بسعره كام او الفلوس اتدفعت ازاي، صح، لكن الجمهور ليه علاقه بهل زياد كمال. الصفقه دي بالذات انا من وجهه نظري انها وين وين، يعني مكسب لامبي ومكسب لنادي الزمالك، استثمار جيد من الطرفين. هيدفعوا بطريقه معينه، هيدفعوا بتسلسل اهم معين. حاجه يكون هو يثبت ان هو اضافه لنادي الزمالك يعني. تمام. عبد الله السعيد اما جه قلت عنده 38 سنه، صح، مع انك حسام حسن اما جه قلعت الشاره واديتها له. حسام حسن، بص، زمن حسام حسن جه نادي الزمالك سنه 1999. جه عنده 34 سنه. كان النادي الاهلي قرر الاستغناء عنه، ماشي، هو وكابتن ابراهيم حسن. اسماء كبيره، اسماء رنانه. ساعتها اما جه حسام حسن قال لك جده جاي. وكان عنده كام؟ 34 سنه. كان في ذاك الوقت اللي بيصل للسن 34 سنه بيتقال ان هو كبير. انا فاكر ان هو في 98 يعني كان عنده 33 سنه وهو رايح مع الكابتن محمود الجوهري بوركينا فاسو. قال لك العجوز وما اعرفش ايه، وهو 33 سنه. احنا بنتكلم دلوقتي ان الريكفرنج اتغير، القدره على الاستشفاء. صفقه حسام ابراهيم اقوى ولا عبد الله السعيد اقوى؟ لا، في ساعتها طبعا كانت صفقه حسام ابراهيم، لان حسام ابراهيم انتقلوا من الاهلي دايركت على الزمالك.
لكن عبد الله السعيد يعني كان ممكن هتبقى بوم زي بتاعه تبري، اما كان هيجي 2018، لكن دلوقتي الموضوع مختلف شويه. بدون الدخول في النقاش، لان انا عارف رايك المره اللي فاتت. صفقه سيف فاروق جعفر تمت خلاص بالفعل. كم من 10؟ اقول لك 4 أو 5 من 10، بس هقول لك حاجه واحده بس ممكن ثانيه عشان عارف تطلع. اتفضل. ليه بيراميدز وافق ان سيف فاروق جعفر يرجع الفلوس بس ويمشي؟ وليه بيراميدز عمل مشاكل كبيره جدا علشان التخلص من لاعب عنده 38 سنه ونص اللي هو عبد الله السعيد؟ بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاهلاويه في كل مكان وعشاق الزمالك في كل مكان، ما تنسوناش بلاك اشتراك، بارك الله فيكم. طبعا خالد الغندور لما يكون في قناه غير قناه الزمالك بيقول اراء محايده بنسبه ما، ولكن في سؤال انا بعترض عليه. لما سالوا سيف زاهر صفقه عبد الله السعيد اقوى ولا صفقه حسام ابراهيم، التاني رد غريب جدا، ورد من ناحيه المكايده، مش رد من ناحيه الرد على السؤال الفعلي لسيف زاهر. سيف زاهر لما كان بيساله من الناحيه الفنيه، مين افيد لنادي الزمالك، مش الغرض المكايده او عدمه. هم جابوا 3 لعيبه دلوقتي من النادي الاهلي سابقين، الاهلي رماهم، اللي هم عبد الله السعيد وماهر واحمد حمدي، علشان اسمهم جابوا حد من الاهلي، مع ان ال3 اللعيبه مش هيفيدوا نادي الزمالك. وما علينا، مش هنتكلم في النقطه دي كتير، هي الايام اللي هتثبت الكلام ده اذا كانوا هيفيدوا نادي الزمالك ولا لا. بس لما نقارن بين صفقه حسام حسن وابراهيم حسن مع نادي الزمالك وصفقه عبد الله السعيد، مفيش وجه المقارنه تماما. حسام حسن لما جه نادي الزمالك كان عنده 34 سنه، في الوقت ده كان يعتبر لعيب كبير، ولكن الروح والقوه اللي كان بيأدي بيها حسام حسن واستمر في الملعب لغايه 40، الوضع يختلف تماما عن عبد الله السعيد اللي عنده 38 فالوضع مختلف تماما. بالاضافه ان حسام حسن اوريدي لما راح نادي الزمالك خد معاهم 3 بطولات دوري، فعمل نقله كبيره في نادي الزمالك ايام الرئيس السابق كمال درويش، فعمل نقله كبيره في نادي الزمالك. لكن عبد الله السعيد مش هيكون عنده القدره ديت، انه لو لعب سنه مش هيلعب الثانيه، ففي فرق كبير بين الاثنين. غير البوزيشن بتاع حسام حسن وابراهيم حسن يختلف تماما عن عبد الله السعيد. حسام حسن كان لعبه كله في الصندوق، فمش محتاج كميه الجري الكبيره المفروض اي لاعب 10 او لاعب 8 في نادي الزمالك المفروض هيجريها خلال المباراه. فالمجهود البدني اللي كان على حسام حسن كان اقل من المجهود البدني اللي هيبقى على عبد الله السعيد. ولكن هي الايام اللي جايه هتثبت اذا كانت صفقات رابحه ولا غير رابحه. والنقطه الجوهريه الثانيه ان 5 لعيب 10 مره واحده في نادي الزمالك، طبعا دي كارثه، وكارثه كبيره جدا لسكواد نادي الزمالك. ازاي تحط 5 لعيبه في مركز رقم 10؟ واساسا مركز رقم 10 من معظم دول العالم يعتبر اتلغى، اللي ماشي يا 8 يا 6، ممكن يبقوا 2 8 بيلعبوا في مباراه معاهم واحد 6 او العكس، واللاعب 10 ده بالنسبه على مستوى العالم كله تقريبا اتلغى. ولكن توظيفه في الملعب هو اللي هيفرق، كميه الجري اللي هيجريها في الملعب هي اللي هتفرق مع ابراهيم مع عبد الله السعيد. كنت اهلاوي اصيل، كنت من عشاق نادي الزمالك. ادينا لايك واشتراك ولنا رايك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.